السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ابطال ثالثه اعدادي حبايب قلبي وحشتوني جدا جدا. معاكم مستر حمدي عادل. النهارده ان شاء الله باذن الله هنبدا كده اول حصه في الترم الثاني. تمام. حابب كده قبل ما ابدا ان انا كده يعني اشكر كل الناس اللي تعبت معايا جدا الترم الاول وعملت مجهود حلو جدا جدا وبجد نتائج مفرحه. بشكر كل طالب تعب معايا قوي الترم الاول، والنهارده وان شاء الله باذن الله الترم الثاني احنا مكملين مع بعض ان شاء الله ونوصل لاحسن باذن الله، لاحسن مستوى باذن الله تعالى. واي حد حس ان هو قصر في الترم الاول وما كانش بيذاكر يا ريت ان هو يشد نفسه الترم ده، وان شاء الله باذن الله هنحقق احلى النتائج بفضل الله. طيب هكون معاكم ان شاء الله باذن الله خطوه بخطوه كده على اليوتيوب ان شاء الله باذن الله. طب نجهز بقى كده مع بعض وعايزين نشتغل. تمام كده، هات النوت بتاعتك، كوبايه الشاي بتاعتك او المشروب بتاعك الجميل وابدا كده معايا. جرامر النهارده يونت 7، جرامر جميل جدا ولذيذ بس محتاج منك تركيز قوي. طيب الجرامر النهارده بيتكلم عليها مستر، بيتكلم على الباست هابت. هناخد النهارده الباست هابت. ايه هي بقى الباست هابت؟ حاجه اول مره تاخدها اصلا. طيب الباست هابت هي عاده في الماضي. الباست هابت هي العادات في الماضي. يعني ايه عاده في الماضي؟ يعني اي حاجه عملتها زمان. يعني مثلا زي ايه مثلا يا مستر؟ مثلا دلوقتي انت كنت بتذاكر الاول، دلوقتي مش تذاكر خلاص كده. طيب كنت الاول مثلا بتنام كتير، ما بقتش تنام كتير. كنت الاول مثلا بتسهر كتير، ما بقتش تسهر كتير. اي حاجه عملتها زمان، لعبت كوره مثلا ومش تلعب كوره، كنت مثلا بتسافر، اي حاجه عملتها زمان ودلوقتي مش بتعملها، هي كلمه واحده عندنا اسمها used to. يبقى انا بنتكلم النهارده عن الباست هابت. يعني ايه باست هابت؟ يعني عاده، يعني عاده في الماضي. تمام كده، وانتهت. عاده في الماضي بقى ايه؟ وانتهت. حلو. الكلمه عندنا اسمها يا شباب، اسمها ايه بقى؟ used to. used to كلها على بعض هي كلمه واحده بالله عليك. used to والفعل فين؟ في المصدر. خلي بالك احنا لو قلنا كلمه used بس خلاص كده معناها ايه؟ معناها ايه؟ حاجه مستعمله. زي مثلا ممكن تقول ايه؟ تليفون مثلا مستعمل، يعني تليفون used. اما كلمه to تيجي معاها بقى معناها ايه بقى؟ معتاد ان. خلاص؟ يبقى كلمه used to الفعل بعدها في المصدر، قبلها طبعا فاعل عاقل. يبقى خلي بالك بقى ان عندي هنا فاعل عاقل متصل بيوزد، الفعل فين؟ في المصدر. يعني ايه في المصدر؟ يعني بدون اي اضافات. يعني الفعل ساده بدون اي ان جي، بدون اس، بدون اي دي. انا عايز الفعل في المصدر. عايز مثلا اقول لك مثلا والله ايه، انا مثلا كنت مثلا بنام كتير، اعتدت على النوم كتير. خلاص I used to مثلا ايه؟ sleep مثلا too much. خلاص كده، كنت بنام كتير، كنت مثلا بشرب قهوه كتير. اي حاجه اعتدت عليها انا عايز هنا مين؟ هنا used to والفعل فين؟ في المصدر. يبقى تاني كده used to الايه؟ والمصدر. used to والفعل في المصدر. حلو قوي. طيب يبقى العاده هنا مثبته used to والفعل في المصدر. بكررها تاني. طب نفيها didn't use to والفعل فين؟ في المصدر. يبقى النفي didn't use to معناها لم يعتد ان، يعني الشخص ده ايه بقى؟ مثلا ما عملش حاجه دي قبل كده. طيب او ممكن ننفي بمين؟ never used to والفعل فين؟ في المصدر. يبقى بالله عليك ركز بقى. used to مصدر، نفيها didn't use to المصدر. او never used خلي بالك بقى. يبقى انا لو عندي used to يبقى قبلها مين؟ في النفي didn't. او لو عندي used to يبقى قبلها هنا مين؟ never في النفي. يبقى تاني كده used to والمصدر، نفيها didn't used to والمصدر، او never used to ايه؟ والمصدر. حلو جدا. طيب تعالى كده نبدا ان احنا نحل كده واحده واحده عليها كده. طيب بيقول لي هنا I not used to play tennis when I was young. طيب عايز يقول لي ان انا اعتدت على لعب التنس او لعبت تنس قبل كده when I was a child وانا طفل. يعني الكلام ده فين؟ في الماضي. تمام؟ طيب هل بلعب تنس دلوقتي؟ لا. بيخيرني هنا في سؤال الكومبليت يعني اكمل، مديني كلمه يوز ومديني تو. ايه اللي ناقصها؟ هي قاعده كلها على بعضها اسمها يوزد، اسمها يوزد تو. فانا هقول له كده بقى المفروض دي تبقى يوزد، وادي الايه؟ التو، وادي الفعل فين؟ في المصدر بلاي. يبقى I used to play tennis when I was a child، يعني اعتدت على لعب الايه؟ التنس. هل بلعب تنس دلوقتي؟ لا طبعا. طب كلام جميل. بيقول هنا حمدي didn't used smoke. خلي بالك بقى احنا حافظين كده didn't use to بيقول لك هنا used، لا انا عايزها ايه بقى؟ في المصدر. بعد didn't بتبقى use بس. قاعده جميله ولذيذه جدا. طيب وكملت هنا مين؟ في تو؟ لا ما فيش تو، فاحنا هنزود مين هنا؟ تو. بقت didn't use to smoke. يبقى حمدي didn't use to smoke يعني بقى ما دخنش قبل كده خالص. تمام كده، ودي حاجه حقيقيه فعلا. طيب بيقول هنا حمدي never use، غير من كلمه didn't لnever. هقول له برده never used. يبقى نقول له كده المفروض دي تبقى used
وادي ليه التو والفعل فين في المصدر. كلام جميل. بيقول هنا we used a to going to Alexandria every summer. عايز اقول لك ان احنا كنا اعتدنا قبل كده ان احنا كنا بنروح ايه بقى؟ كنا نروح اسكندريه كل ايه؟ كل صيف. تمام؟ طيب يوزد بعدها الفعل فين؟ في المصدر، يعني الفعل ساده، فهنشيل اي ان جي هتبقى جو بس الفعل في المصدر. طيب كلام جميل. بيقول هنا she doesn't use to like coffee when she was young. عايز يقول لك ان هي ما كانتش بتشرب قهوه وهي ايه؟ وهي صغيره. تمام جدا. طيب هل ينفع ننفي used to ب doesn't؟ لا طبعا مستحيل. هي نفي used to بحاجتين اتنين بس يا شباب، يا اما didn't used to يا اما never used to، والاثنين صح في اللي ايه في الماضي. نفي used to didn't used to المصدر او never used to المصدر. يبقى انا اقول له بقى ايه؟ انا مش عايز كلمه مين؟ doesn't، هتبقى didn't use وادي ايه؟ تو وادي الفعل في المصدر. يعني عايز اقول لك لم تعتاد على شرب الايه؟ القهوه وهي صغيره. تمام كده؟ يبقى مش بشرب كده. طيب كلام جميل جدا. لحد هنا احنا طبقنا على used to didn't used to ونيفر used to. كلام جميل جدا. بقى المهم بقى هنا ان بعد كلمه but now، كلمه but now بيجي بعدها مضارع بسيط. فخلي بالك بقى ان كلمه but معناها ايه؟ ولكن. عايز يقول لك هنا مثلا دلوقتي انا اعتدت على الشيء ده، ولكن دلوقتي خلاص مش بعمل الحاجه دي. خلاص كده؟ طيب حد دخنت زمان ولكن مش بدخن دلوقتي. طب ما دخنتش زمان ولكن بدخن دلوقتي. هحفظ كده ان كلمه بط بالله عليك بعدها مضارع بسيط. بط بعدها مضارع بسيط. طب ايه هو بس المضارع البسيط؟ هنلخصه كده مع بعض كده. المضارع البسيط ده عباره عن من الاخر كده مفرد او جمع. هو ايه المفرد؟ هي شي ات. طيب ايه الجمع؟ اي يو وي زي. كلام جميل جدا. مفرد قلنا لا، مفرد اس doesn't مصدر. يبقى انا عايز هنا كده من الاخر كده ملخص الموضوع ده، انت عايز هنا يا اما does فعل في اس، يا اما النفي مش عايز اكتب ليه doesn't. طب في الجمع انا عايز هنا يا دو النفي بتاعها don't. كنت بقول لك كده مفرد اس doesn't مصدر، جمع مصدر don't مصدر. يبقى انا من الاخر كده كلمه بط ثبتها بقى معايا بقى، اللي قبلها عكس اللي بعدها. اللي قبلها لو اللي قبلها ده مثبت يبقى اللي بعدها ايه؟ منفي. من الاخر يا فندم ان بعد كلمه بط لو انا عندي الفاعل مفرد، لو فاعل مفرد اجابتك يا اما does يا اما doesn't. لو مثبته هنا يبقى انت عايز ايه؟ منفي. تمام؟ طيب لو منفيه هنا يبقى انت عايز ايه؟ مثبت. تمام؟ طيب تعالى كده نحل واحده كده. بيقول لي هنا ايه بقى؟ he didn't use to study hard. يعني عايز اقول لك هنا ان هو ما اعتادش ان هو يذاكر ايه؟ بجد. خلاص كده؟ طيب كلمه but now حاطط لي هنا هي. اول ما اشوف كلمه but هتقول لي كده تناقض، ولكن قبلها بعدها عكسها. يعني اللي قبلها ده منفي ب didn't، يبقى انت عايز هنا مثبت. بس انا مثبت، انا محتاج هنا مثبت مضارع بسيط. كلام جميل جدا. يبقى انا هنفي مين؟ هنفي الفعل ده. تمام؟ but now ادي هي، يبقى انت اجابتك هنا هي يا اما does يا اما doesn't. عندي هنا منفي يبقى انت عايز مثبت، اجابتك مين هنا؟ does. بيخرج طبعا في is، هقول له لا غلط. طب بص بقى اللي تحتها كده مهمه جدا. ايه الفرق بقى هنا؟ بيقول لي I used to be poor but now. عايز اقول لك الشخص ده كان الاول ايه بقى هنا؟ كان فقير، ولكن دلوقتي هو ايه؟ بيقول لي I don't. خلي بالك بقى مين هيحلها هنا؟ ركز كويس قوي. ايه الفرق بين الاثنين؟ ان هنا دي فيها verb to be، وverb to be بيجي بعده صفه. من الاخر كده ادي used to والفعل في المصدر فعل، اما هنا used to be فاللي بعدها بيجي صفه adjective. عايز يقول لك ايه يا فندم؟ ان هنا I used to be poor، ان هو بقى ايه؟ ان انا كنت بقى فقير ولكن دلوقتي لا. يبقى خلي بالك بقى لو انا عندي verb to be هنا يبقى انت هتستخدم verb to be بعدها. هو ايه اصلا verb to be؟ عباره عن مين؟ am او is او are، والنفي بتاعه مين هنا؟ not. يبقى كلمه be verb to be عباره عن am is او are. عايز تنفي بنحط معاهم not، يبقى am not is not او are not. تمام؟ طيب من الاخر كده قبلها مثبت، يبقى انت عايز منفي verb to be. يبقى I هنا بتاخد مين في verb to be؟ هتقول لي بتاخد am، وعشان عايز منفي يبقى حط بقى am not. من الاخر كده انت هنا بتنفي مين اصلا؟ بتنفي الصفه دي كده بور صفه، فعشان كده لازم ننفي الصفه مين هنا؟
فيرب تو بي. يبقى من الاخر كده يا حبيب قلبي عندك فيرب تو بي هنا، يبقى بعد كلمه بات ايه؟ فيرب تو بي. طب بعد كلمه بات فيرب تو بي، يبقى انت محتاج هنا ايه؟ فيرب تو بي. خلاص. طب اصلا ما فيش فيرب تو بي، يبقى انت عايز مين هنا؟ يا اما داز مثبته، يا اما دازنت، يا اما دو، يا اما ايه؟ دونت. تمام. طيب واحده كمان بيقول لي I didn't use يبقى to be fat اهو. I didn't use to be fat، عايز يقول لك ان انا هنا ما كانش تخين. طيب but now بيقول لك هنا ايه؟ does. انا اولا الجمله هنا منفيه didn't، فانت محتاج مثبت. هل ينفع اصلا does؟ لا طبعا. ليه بقى؟ مين يقول لي الاجابه؟ هتقول لي يا مستر طالما عندي هنا فيرب تو بي يبقى انت اجابتك هنا فيها فيرب تو بي. حلو قوي، يا اما ام يا اما از يا اما ار. طب وعشان هي يبقى محتاجه از. بس الاول اشوف كلمه بط اللي قبلها عكس اللي بعدها. اللي قبلها هنا اهو منفي، يبقى محتاج هنا ايه بقى؟ مثبت. من فيرب تو بي يبقى انت عايز ايه؟ از. خلاص تمام قوي. يبقى دي كده ايه؟ خلصت اهو. يبقى انا عندي هنا يوز تو مصدر، didn't يوز تو مصدر، نيفر يوز تو مصدر. لو انت عندك سيادتك هنا فيرب تو بي يبقى اللي بعد كلمه بات ناو انا هنهب مين؟ انا عايز فيرب تو بي. والله هنا لو فيرب تو بي ده مثبت يبقى انت عايز فيرب تو بي في الاتجاه الثاني منفي. طب لو في الاتجاه الثاني منفي يبقى انت عايز هنا مثبت. شكرا، الموضوع بسيط قوي. تمام. طيب مفيش فيرب تو بي يبقى اجابتك يا اما داز يا اما دازنت مع مين؟ مع المفرد. طب لو مع الجمع يا اما دو يا اما دونت. قبلها مثبت بعدها منفي، قبلها منفي بعدها مثبت. حلو قوي. طيب في السؤال الموضوع بسيط قوي. عشان تعمل سؤال بيها عايز اسال بقى على العاده زمان. خلاص كده هسال بمين؟ بديد. حلو قوي. ديد بعدها مين؟ الفاعل. خلي بالك بقى. ويوز تو دايما ديد تخلي الفعل في المصدر. ديد فاعل، يوز تو الفعل فين؟ في المصدر. طيب جميل جدا. فعادات هنا برضو اداه استفهام عادي. ممكن يخير مثلا يحط مثلا كلمه ايه؟ وير او وات، ما يشغلناش عادي. هكمل الجمله اهو وات او وير وهكمل كده. ديد فاعل، يوز تو الفعل فين؟ في المصدر. هي والله ديد فاعل، يوز تو الفعل فين؟ في المصدر. تمام. طيب بيقول لي هنا نقط ايه؟ do you used to watch curtains when you were young. عايز يقول لك هنا هل انت كنت بتتفرج على ايه بقى؟ على الكرتون وانت صغير؟ اعتدت على ايه؟ على انت تتفرج يعني على الكرتون؟ طيب هل ينفع اسال على يوز بدو؟ هقول له اولا دي غلط. ليه؟ انا عايز اصلا يوز دي في الماضي، فنسال عليها بمين؟ بديد. ادي واحد ديد. تمام. يو فاعل، هتخليها يوز مش يوزد. ديد فاعل، يوز تو يبقى يوز، وادي الايه؟ التو الفعل في المصدر. طيب بيقول لي هنا وير اداه استفهام عادي جدا. دو يور يبقى فاميلي يوز. كلمه يوز تو الفعل في المصدر. عندي كلمه يوز ما ينفعش نسال عليها بكلمه بمين؟ بدو. هنسال بمين؟ بديد. يبقى وير did your family used to live in the past. يعني عايز يقول لك ان عيلتك عاشوا فين قبل كده. تمام. طيب كلام جميل. هنا بقى خلي بالك عشان في عندنا سؤال مهم جدا ثالثه اعدادي، سؤال الري رايت. طبعا ده لسه جديد عليك، فنحاول كده نركز فيه وازاي ان احنا اصلا نتعامل مع يوز تو ايه في السؤال ده. طيب اولا خلينا متفقين ان احنا عندنا يوز تو اهي. تمام كده. الفعل فين؟ في المصدر. عاد زمان وانتهت. حلو. بتساوي مين بقى هنا؟ was in the habit of، واوف هنا تخلي الفعل بقى اي ان جي. كلام جميل جدا. وجمله كمان it was his habit to الفعل في المصدر. والله هما الاثنين شكل بعض، بس انا عندي هنا اوف خليتها اي ان جي، تو خليتها فين؟ في المصدر. الجمله دي كلها كده هي بتساوي مين؟ يوز تو. طيب هنحل عليها ازاي بقى في السؤال الرايت؟ السؤال الرايت ده تمام بيديك جمله ويديك كلمه كده بره، وانت المفروض تدخل الكلمه دي في الجمله دي بس تدي نفس المعنى. تمام. اسمه ري رايت، يعني ايه؟ عيد صيغه الكتابه تاني. فبيقول لك هنا بقى it was his habit to study hard. يعني كده بقى برضه كلمه هابت دي معناها برضه ايه؟ عاده. كانت عادته ان هو كان بيذاكر كويس. هو عايز نفس المعنى. عايز لك كلمه ايه بقى؟ يوز تو. قلت له اه ده يوز تو دي اصلا برضه معناها ايه؟ اعتاد على ايه؟ اعتاد ان. بس انا عارف يوز تو بعدها الفعل فين؟ في المصدر. بص هتعمل ايه بقى؟ بطريقه سهله جدا. اولا عندنا كلمه يوز تو هي بتسينونيم بتساوي الجمله دي كلها، بتساويها. فهنعمل ايه؟ اول حاجه انا عايز الفعل، بدايه الفعل فين اصلا؟ استدي. تمام. من قبل استدي كده وهتشيل كل ده. تمام. شلت خلاص. انا عايز ابدا بالفعل اهو. بعد كده انا عايز مين بقى الفاعل؟ بيقول لي هنا ات واز هيز هابت، دي كانت عادته. فانا عايز ابدا بالفعل بقى هنا مين؟ هيبقى هي، لان اهو هيز عايد على مين؟ على هي. اكتب بقى مين؟ يوزد to study
hard. نفس المعنى. كانت عادته ان هو يذاكر كويس، هيها he used to study hard. هل هي معناها اصلا ان هو بيذاكر دلوقتي؟ لا طبعا. كان معتاد على الكلام ده. فاحنا عملنا ايه بقى هنا؟ شلنا ايه بقى؟ used to. شلنا مين هنا؟ it was his habit وحطينا مين هنا؟ used to. طيب كلام جميل قوي. ركز بقى في اللي جاي بقى. بيقول لك هنا used to بتساوي برضو مين؟ بتساوي حاجه اسمها no longer. used to بتساوي مين؟ no longer. used to بتساوي مين؟ no longer. بس كلمه هنا no longer هنا ليها شرط، خلي بالك بقى. used to بعدها الفعل فين؟ في المصدر. اما no longer تقول لك انا هتعامل معامله مين؟ المضارع البسيط. هو ايه اصلا المضارع البسيط؟ يا مفرد اس، doesn't مصدر، جمع مصدر، don't مصدر. المضارع البسيط ده هو عايز مين هنا؟ لو الفاعل اللي قبل no longer مفرد، خلي بالك بقى، يا اما جمع، هتعمل ايه؟ no longer لو الفعل اللي قبلها مفرد سيادتك محتاج الايه؟ الفعل اللي بعدها يكون في اس. طب لو جمع يبقى انت محتاج الفعل اللي بعدها مين هنا؟ مصدر. من الاخر كده no longer اللي بعدها دايما مضارع، يا فعل في اس يا مصدر، يا في اس يا مصدر. خلاص؟ طيب يبقى انا عندي هنا مفرد بعدها اس، طب قبلها جمع بعدها ايه؟ مصدر. حلو قوي. طيب بتساوي كمان مين يا مستر؟ كلمه used to برضو مكمله برضو معانا المعنى بتاعها، بيساوي كلمه don't او doesn't والفعل في المصدر مع كلمه مين؟ anymore او any longer. سوري دي كده ايه؟ any longer. دي بس غلطه مطبعيه معلش. خلاص كده؟ يبقى انا عندي هنا don't او doesn't anymore any longer. خلي بالك بقى، يبقى انا عندي كلمه don't او doesn't. don't مع مين؟ مع الفاعل الجمع. طب doesn't مع الفاعل الايه؟ المفرد. خلي بالك بقى don't او doesn't لازم يكون الجمله فيها مين؟ يا اما anymore يا اما any longer. anymore any longer يبقى عندي don't او doesn't. طيب هنيجي بقى نحل بقى على الرياض ده. ركز بقى. بيقول لي هنا she was in the habit of arriving late. عايز نستخدم ايه؟ used to. هقول له اولا ان كلمه used to بعدها الفعل فين؟ في المصدر. ادي واحد. انا عايز ابدا بالفعل، عايز من الفعل. فين الفعل اصلا؟ arriving. تمام؟ من اللي قبل arriving كده بص، من اول of كل ده بيساويها اصلا، بيسينونيم ليها. كلام جميل جدا. حذفته. هبدا بالفعل الاول اللي هو مين؟ she. هنزل بمين؟ بيوزد تو. بس قلت لك الفعل في المصدر من كلمه arriving هيبقى ايه بقى هنا؟ انا عايز المصدر بتاعها هتبقى arrive late. فعايز يقول لك يا فندم هنا ايه بقى؟ ان هنا she used to arrive late، هي اعتادت ان هي تبقى توصل ايه؟ متاخر. كلام جميل. طيب واحده كمان مع used to. بس خلي بالك بقى، جاب لك هنا no longer. اولا اول ما اشوف كلمه no longer هي بتسينونيم لكلمه مين؟ used to، فهتشيلها. بس no longer هنا قال لك ايه بقى؟ قبلها مفرد بعدها الفعل فين؟ في اس. تمام كده؟ فانا بالله عليك اول ما اشوف كلمه no longer هشيلها، هحط مين؟ used to. بس used to بعدها الفعل في المصدر. ده بس فرق بين الاثنين كده. فهنعمل ايه؟ شلنا خالص no longer. هنزل بمين؟ بهي بعدها used to بعدها مصدر. يبقى من كلمه smokes هتخليها smoke بس. حلو قوي. طب انا عايز بقى ايه؟ واحده عكسها شويه. خش كده على دي كده no longer. طلب مني هنا no longer وهنا مين؟ used to. هتعمل ايه؟ هتقول لي كده ان كلمه used to هي بتسينونيم لمين؟ لنو ايه بقى؟ longer. بس كلمه no longer هنا لو مفرد قبلها يبقى في فعل بالاس بعدها. طب قبلها جمع بعدها مصدر. حلو قوي. هنعمل ايه بقى؟ حذفناها، نزلت بهي. مليني بقى no longer. انا عايز بقى الفعل بقى. ادي الفعل اهو play. يبقى انا عندي هنا هي قبلها، يبقى اللي بعدها الفعل في اس هتبقى plays in the street. هو بسيط جدا. يبقى انا عندك هنا no longer هتطلع used to. no longer لو المفرد قبلها يبقى الاس بعدها. تمام كده؟ طيب جيت هنا قال لك ايه بقى؟ دخل used to مكان مين؟ no longer هشيلها واحط used to الفعل اللي بعدها فين؟ في المصدر. حلو قوي. طيب بيقول لك هنا برضو used to he doesn't watch TV anymore. عايز اقول لك برضو هو مش بيتفرج على التلفزيون خالص. تمام؟ فمعناها ان هو اعتاد على ايه بقى؟ على ان هو يتفرج على التلفزيون. هنعمل ايه بقى؟ doesn't وكلمه anymore الاثنين بيمشوا مع بعض، واحط نفس الجمله بالظبط. هنعمل ايه بقى؟ ادي هي
used to watch TV. بس كده خلاص. يبقى كلمة هنا doesn't هتروح مع مين؟ مع anymore. يبقى don't doesn't anymore any longer. الاثنين ايه؟ يجوا مع بعض ويطلعوا مع بعض. طيب بيقول لي هنا she used to arrive early. عايز اقول لك ان هي كانت بيبقى متعوده دايما ان هي توصل ايه؟ بدري. طيب بيقول لي استخدم anymore او any longer. هتعمل ايه برضو؟ هتبقى حافظها كده ان كلمه anymore any longer عايزه مين؟ يا اما don't يا اما doesn't. don't doesn't anymore any longer. طيب هنعمل ايه بقى؟ هنشيل used to. حلو قوي. هتنزل بالفعل. مليني بقى ها. ادي هي. هتاخد don't ولا doesn't؟ برافو عليك. doesn't. والفعل في المصدر arrive. يبقى he doesn't arrive early. عادي بقى اي واحده منهم بقى صح. يبقى اهو any more او any longer. تمام؟ طيب بيقول لك هنا كمان واحده اهون. بيقول لك ايه؟ not. يعني عايز يقول لك ان فيها. عادي جدا. بيقول لك used to. هتبص على used to كده. هي انا فيها ايه؟ يلا فيها كده. هتقول لي يا مستر didn't use to والفعل في المصدر او never used to والفعل في المصدر. اي واحده منهم صح. طيب يبقى هي نافيها didn't use to ride. وهنكمل بيت الجمله عادي. تمام. كمان برضو جزئيه ري رايت واخر جزئيه وركز فيها كويس قوي بالله عليك. طيب بيقول لي هنا ابدا بوير. تمام. هقول له وير دي يعني اين. هبدا بيها عادي جدا. واين هنا قلنا قبل كده اين تسال على مين هنا؟ على مكان. خلي بالك كويس قوي. اين وير خلاص تسال عليه على مكان. فبيقول لك هنا she used to live in Luxor. هي اعتادت ان هي تعيش فين؟ في الاقصر. فانا عايز اسال بوير. هي عاشت فين قبل كده؟ فهبدا بين الاول وير. كلام جميل. ادي وير. بعدها مين هنا؟ did فاعل used to الفعل فين؟ في المصدر. يبقى انا هبدا بعدها هنا مين؟ بعدها did. الفعل هنا مين؟ she use to live. هل ينفع نحط المكان؟ لا طبعا. انا بسال عليه. كلمه وير بتسال على المكان فمش هينفع احط المكان. يبقى where did she use to live. فخلي بالك where بتسأل على المكان. فلما اجي اكتب الجمله ما ينفعش احط المكان. تمام؟ طيب حلو قوي. بيقول لي هنا اسال بديد. عادي جدا. هبدا بمين؟ بديد. يلا بقى كده معايا. يلا اسمها ايه بقى؟ did فاعل used to والفعل في المصدر did. بعدها الفاعل use to والفعل فين؟ في المصدر. حلو قوي. طيب يبقى did فين الفعل هنا اصلا؟ he. يبقى did he use to والفعل في المصدر travel alone. ده طبعا ايه؟ سؤال. طيب بيقول لي never. عادي جدا. طالما never بيقول لك ينفي used to بنيفر. عادي. انت عندك ايه بقى هنا؟ هتقول له never used to. انزل كده بالجمله I never used to eat fast food. بس ننبه هنا بقى لحظه بقى. ومش هنحط كلمه ريجولار اللي بيقول لك ايه بقى؟ دائما. دي معناها ايه بقى هنا؟ ابدا. بيقول لك هنا ان I used to eat fast food regularly. انا اعتدت ان انا ايه بقى؟ اكل ايه؟ فاست فود. تمام كده؟ بشكل مباشر. فانا عايز احط كلمه نيفر. فانا اقول له I never used to eat fast food. انا عمري ما اكلت ايه بقى؟ اللي ايه؟ الفاست فود ده قبل كده. طيب بيقول لي هنا my brother used to watch TV late at night. عايز ننفيها. عادي جدا. بنفي مين اصلا؟ used. اقول له didn't used to الفعل في المصدر. هنزل بمين؟ my brother. النفي اللي هو عايزه مين هنا؟ didn't use to watch. واكمل بيت الجمله عادي. طيب بيقول لي هنا استخدم برضه used to. بيقول لي when I was young وانا صغير. بيقول لك هو صغير he went to the club every day. كان بيروح النادي كل يوم. عايز برضه يستخدم كلمه used to ان هو اعتاد عليه بقى ان هو يروح النادي كل يوم. طيب هنعمل ايه بقى؟
الجمله دي بقى when I was young تنزل دايما زي ما هي اهو، ادي when he was young he used. خلي بالك بقى he used to. طيب انا عايز بقى الفعل في المصدر، هو اصلا فين الفعل اهو went، انا عايز المصدر بتاعه مين؟ يبقى go to the club واكمل الجمله عادي. طيب بيقول لك هنا استخدم use، بيقول لي هنا she didn't play the piano، هي ما لعبتش بيانو when she was young وهي صغيره، فانا عايز اقول بقى هي ما اعتدتش على ايه؟ على لعب البيانو. هتقولها ازاي بقى هنا؟ يبقى she، هحط هنا use بقى ها، didn't use to play the piano واكمل بقيه الجمله كلها عادي. طيب اداه استفهام برضو تاني، how كيف، هبدا برضو بيها، ادي how بعدها مين؟ did فاعل، used to الفعل في المصدر، did he use بس use how did he use to drive to work، ازاي هو كان بقى هنا؟ كان بيروح الشغل. تمام؟ وبكده يا شباب يكون خلصنا جرامر يونت 7. تمام كده؟ اشوفكم على خير ان شاء الله باذن الله في الحصه الجايه ان شاء الله، هيكون على الكلمات، حصه مهمه جدا. نذاكر كويس كده الجرامر ده، قاعده جميله جدا ولذيذه، ونتمرن كتير جدا على الحل عليها، ونحل ري رايت كتير جدا. تمام كده؟ ولو في حد عنده اي سؤال كده ممكن برده كده يعني في الكومنت برده. تمام؟ وان شاء الله باذن الله كده هنكون معاكم خطوه بخطوه الفتره الجايه ان شاء الله باذن الله. وكان معكم مستر حمدي عادل، واشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.